عسلامة. عسلامة حبوبة قلبي، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، الناس الكل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم فيديو جديد البنات، فيديو مازلنا في تحضيرات رمضان، مازلنا في تفريزات رمضان وهاكا كل شوية شوية، يعني كل قدير وقدره، ماهيش حاجة كبيرة. جست حبيت نوريكم لهنايا قاعدة نخمل لهنا الفيديو هذايا راهو مربوط بالفيديو متاع تسييق الصالة وتنظيفها، ما أنا ما حبيتش ندخله خاطر ولا طويل برشا الفيديو، وليت حبيت نوريهولكم مقطع هذاك ريدو الصالة باش نعلقه، ديجا علقته أنا تنوريهولكم. تو نعمل بيكم دورة في الدار الكل، إن شاء الله بكشي فيديو غدوة نوريكم، نوريكم يعني دورة باهية في الدار، ويعني آخر تنظيمات رمضان، خاطر التنظيفات كملت. حبيت نوريكم السبابط قبل ما نخملهم في بلاصتهم، ديجا قلت لكم انا باش نوريهم لكم. هذوما السبابط نتاع السواري نقولوا احنا، قلت خل تعطيوني فكره خاطر حسيتهم كاينهم ولاو دي مودي ولا كيفاش. هذاك السباط الاول وهذا السباط الثاني. والله جاتني الفكره، قلت يعني نشارك معاكم باش تقولوا لي سواء مازال الموديل نتاعهم يتلبس للصيف كان عشنا ولا، خاطر هذوما شريتهم وقت عرس خويا وما لبستهمش ديجا، كوقتها في عرس خويا بدات الكورونا وما جاتنيش برشا مناسبات، هذوكم زسبابة نتاع راجلي كان جوست باش نخملهم، قلت برا نشارككم مادامي نشارك فيكم في كل شيء، جيت على هذوما خليني نوريكم. جوست قلت لكم باش تعطيوني فكره، يعني كان سافا. هذايا شريته عام ناول، هذايا شريته عام ناول في العيد. نورمالمون السنه مانيش باش نشري انا، والطقس كان الطقس كان الطقس يعني جينا سخون في العيد، ان شاء الله نولي نلبس هذا. كان الطقس بارد يعني شويه نولي ناخذ حاجه اخرى، انما حاله ما عادش نحب نشري صبابط خاطر بالحق قد سين عندي. اما هذوما الكلهم راهو بوزي، يعني مهمش حاجه سبور اللي تلبس ديما، فهمتوا؟ هذايا مرتاح الحق، هذايا شريته من تشو سنتر عم ناول في السولد، نسيت بالضبط الحق السوم بالضبط اما يمكنش في السنكونت هكاكا، هو كان في 70 يظهر لي. ديما النواغ ما يتيحش بخاتيك، هذايا صبات صنديل متاع كل يوم، اذا خفيف على الاخر، زادا من تشو سنتر يعني اذا لبسته شبعت بيه، شبعت باللبسه يعني بيه. وشنو اخر، هاني باش نوريكم شنو ما سببت، ونحبكم تقولوا لي الحاجه اللي ديجا موديلها تعدى والكل، قولوا لي يعني شنية باش نحيا. هذايا زاد كلاكيت نتاع الصيف عاديه يعني. هكا قلت لكم انا جيتش نخبيهم نخمل فيهم باش نشوف يعني شنو نقص والكل، قلت خل نوريكم فرد مره. هذايا الصباط زاد شريته في عرس خويا، لبسته مع تبديله، هذايا تبديله في الفيغ روتانا تمرة نوريها لكم، خديت معاها هذايا لبست لبسه هكا لبسه مشيت بيه للفرح في وطية مرت خويا يظهر لي، ولا هي الحنه وكهو، هذه كهو وبعد خبى عنده توا عامين وهو مخبي، منعرفش الموديل نتاعو مازال يصلح ولا لا. ديجا في الصيف ان شاء الله عنا عرس ولد خالتي، وتو نشوف شنو اللي مازال يتلبس، يعني ما عادش هما جدد والله جدد ما تلبسوش، اما ما نعرفش الموديل نتاعهم مازال يمشي ولا لا. البنات بالله ما عاد تغلطوش غلطي انا اللي تحطوا تشري وتقدسوا ومن بعد ما تلبسوش بالحق. انا ندمت اللي هكاكا. هذايا صبات ابارامون للعيد العمر خديتهولو من السولد، ما نعرفش نورمالمون يخرج على التينيو نتاعو، اعطيوني رايكم زيدا وقولوا لي حلو ولا لا. نحب حاجات هكا سبور العمورة. هذايا صباط زادا في نواغ، كلاسيك، هذايا حلو، هذا حلو ما نتصورش كان يتيح نواغ، ديما يقعد الموديل نتاعو. زادا كيما قلت لكم هذا هذول لبستو نهار تفرشي الفرش، اي نهار تفرشي الفرش لبستو كهو ما عودتش لبستو. وهذايا لبستو الحق شويه خاطر قلت لكم ما جات شريتو الصيف اللي تعدى واللي قبله ما جاونيش برشا فروحات، حتى كان جاونا مناسبات خايفين من الكورونا والكل ما مشيناش. هذايا قلت لكم صنديل زادا اخر. هاكا انتم شوفوا قولوا لي إنه هو اللي مازال الموديل نتاعو وإنه هو اللي ما عادش يتلبس. حسيلو حتى من راجلي كل مناسبة يشري صباط، وفي الخدمة زادا يعطيوهم تانيوات كاملين من الصباط للشميز للسروال الكل،
يعني ماذا بيه ديما سبادري هكا باسكيت تبدا في النواغ والكل ما يحبش الصبابط. هذايا زادا صابات بوانتو وكل في الغوج بوردو. هذايا دا الواحد تكستيم تاع القماش نتاعو في الدا. وهذايا ليوبار. هذايا حلو يعجبني الحق، وزادا من لبستو مرة نهار كاتبين صديق خويا هو والبوشيت نتاعو. منعرفش ماذا بيا كان جاتنا مناسبة هكا قريبة والكل راني لبست. جوست صباط نواغ لبستو نهار اللمة اللي مشينا لدار خويا. هاني نحكيكم كل شيء في الديتاي. هذايا الساك نتاعو ساكاما. عجبوني كوقتها الموديل، هو مازال الموديل هذايا منعرفش التيغر ولا هكا ليوبار هكايا. هذايا ملبستوش زادا، لبستو مرة يظهر لي. حسيلو هكا وريتكم عطيتكم فكرة وقولوا لي انتم كان سافا مازالوا يتلبسوا يعني الموديل متاعهم والا سيء يعني سيء تعدى الموديل. حسيلو هكا وريتكم شاركتكم شوية السبابط وباش نخبيهم توا ساعة بوغ لو مومون باش نحطهم في جنب في الجلاس ولا منعرفش كيفاش نحطهم. وانتم نستنى كومنتات نتاعكم باش تنصحوني شنو اللي نستغنى عليه وشنو اللي نخليه. وتوا يا البنات كيما تشوفوا عندي الفارينة ندبرتها انا بالفارينة. الحمد لله ان شاء الله ديما موجودة يا ربي. لما حالة هذوما اخر الباكويت ما بيصيرش نكمل بيهم خاطر هذوما باش الفارينة هذه باش نعمل بيها البيتزا وباش نخبيها في الكونجيلاتور. كان عشنا تو الايامات الجاية متاع رمضان نلقى روحي مسهلة يعني سهلة منقعدش نعجن ونقيدي وكل يعني ونعمل في طبال بيتزا في رمضان. ومنقعدش زي كل مرة على كعبتين بيتزا ولا على 5 كعبات نحط نعجن أو كان نلقاها مخبية في الكونجيلاتور نص طياب نعملها البات وجست نمدها من الكونجيلاتور ونحط نزينها بالصوص وكل نحط لها الزينة متاعها ونسخنها. باهي لهنا بالنسبة للبيتزا البنات راهو كل عام بالحق راهو مش خاطرني نصور ولا حاجة، أنا كل عام ديجا خالتي تفرج فيا وأمي وكل يعني يعرفوني يعني وديما كلنا نعملوها في دارنا الفازة هذه كل عام نعملوا قبل رمضان. نحطوا نعجنوا كونتيتي متاع بيتزا. ماهوش مش برشا يعني أنا في رمضان المكثرية نعملها مرتين 3 البيتزا إذا طارت يعني ممكنش 3 مرات ساعات مرتين كل مرة كيفاش. هاكا نحضر نعجن كيلو فارينة و... ونحط نعملها نص طياب ومن بعد نحطها في ساشيات وتتشوفوني كيفاش ونحطها في الكونجيلاتور من بعد نلقاها سهلة. ساعات نبدا حايرة في دبارة نبدا هكا نقوم الصباح نبدا نخمم وكل نلقاها الحق فكرة سهلة. بالنسبة لعجينة البيتزا سهلة ديجا عملتها معاكم قبل. خذيت كيلو فارينة عليها 2 ساشيات خميرة متاع خبز معاها مغرفة كبيرة سكر حطيتهم هذوكم صبيت عليهم حليب دافي وماء مخلط مع بعضه. من بعد جيت من جنب حطيت كاس صغير زيت زيتونة حطيت مغرفة كبيرة ملح حطيت شوية كليلو زعتر مرحيين وشوية زعتر كعب يعني شايح. هكا وهذه هي البيتزا خلطت كل ما بعضه وقعدت نعجن فيها من الاول بالحليب دافي ومن بعد كملت العجنين بالماء. جات خفيفة خفيفة تهبل الباتة تشوفوها في الاخر كيفاش كل قطن جات حاسيلو. هكا على هنا عجنتها لميت العجينة متاعي و وباش نعجنها يعني بالكدا ونخليها ترتاح تخمر ومن بعد نشكلها معاكم نوريكم كيفاش نطيبها. ما طيبهاش طيب كامل جست شويه هكا تشم النار شويه وتخمر ونحيها باش من بعد تلقى روحها يعني كي نمدها ونحط نسخنها باش ناكلوها نلقاها يعني منلقاش البات طايبه ولا محروقه ولا نلقاها يعني باهيه ناقصه طيب جست نتكمل بعد يذوب الجبن في عقله والكل. باهي البنات هاكم شفتوا البيتزا هاكم معايا. اللي عندها فارينة تقوم تعمل وترتاح روحها رمضان وتنقص على روحها القضية. والله العظيم يا البنات والله أنا علاش تلقاوني هكا نخبي وكل باش نلقى وقت باش نقرأ شوية قرآن باش نلقى وقت باش نسبح باش نلقى وقت باش نعمل حاجة زايدة هكا وتو ديجا سنة رمضان كما تعرفوا القراية بالحق أنا بالنسبة ليا حاجة جديدة يعني
كان بكري يعني قبل كي كانوا الأولاد صغار ما جانيش رمضان في القراية، وتوا مع عندي عمورة يعني بالحق نحس فيها صعيبة كيفاش قومة بكري وقريه وحضر له ديجا أنا في الفطار وتاعبة خلي عاد رمضان. لهنايا كيما شفتوا العجينة خمرت على روحها. وديجا طلعت بالكدا ما شاء الله جات مفوجة وتهبل هكا خرجت منها الهواء نتاعها، الهواء اللي فيها يعني الكل. وباش نعاود نعملها هكا عجنة خفيفة ونشكلها تشوفوا عملتها كعبات صغرونات على الاخر. علاش عملتهم صغرونات؟ باش اللي ياخو كعبة يكملها، واللي ما كملش كعبته نقولوا خليها للسهرة. ماك تعرف يجوعوا الصغار ويقوموا بعد ما يتعشوا، يقوموا يحبوا يتنوشوا هكا نقول لهم هكا كعبتكم ودبروا ريوسكم. نعمل 5 كعبات هكا، قسمتها كعبات صغرونات راهو بالذمة، وعملتها زي ما عملتهاش فيها برشا عجينة، عملتها رهيفة هكا. عبد ياخو فكرة ويتعلم، واللي بالحق انا واحدة من الناس تعلمت برشا حاجات من اليوتيوب بالحق، برشا حاجات. وانتم زيدا هكا خذوا فكرة، واللي يحب هكايا والله لا مسألة لهفة ولا مسألة دنيا تبدت ولا شيء، اما تسهيلات باهي. العبد نسالش كي نلقاو حاجة هكا تسهيلات وحاجة باهية تعاونوا يعني في رمضان باش يلقى بزيد وقت. كما تعرفوا رمضان ما نطيبوش حاجة برك، شوربة وبريك وسلطة ومعاهمش حاجة أخرى بلا برانسيبال. يعني عرفتوا كل عبد كي نقص على روحه حاجة كيما هك ما فيها باس، واللي عنده زدا اسباس في الكونجيلاتور وعنده وين يخبي باهية. حبيت نعمل الحق البات فيتي ما خلطتش والله ما خلطتش، والفارينة زيادة عملتها فينا. ان شاء الله كان دبرت هكا فارينة يعني. طب بلكشي نعملها البات فيتي زيادة نلقاها دبارة هكا تجيني ساعات باش نعمل الباتي ولا نعمل يجي كل شيء يعني البات فيتي ما باهية الحق. هيك هاو كان فما توفرت الفارينة تو نعمل معاكم البات فيتي. باهي البنات، كل فيديو ديما نقولكم نحب ندلل عليكم في حاجة، والمرة هذه نحب ندلل عليكم زيادة. انا كانش ندلل عليكم راهو باش نقولكم بالطبيعة حطوا لي جيم مزيانة وكومنتير أزين وزين، واللي يشوف قناتي أول مرة يفعل الجرس ويشترك، ينزل على الزر الأحمر هذاك واللي مكتوبة فيه أبوني ويشترك في القناة عشان نعرف نتكلم البنات، ويشترك في القناة فضلا وليس أمر. بالطبيعة نحب نرحب بالمشتركين الجدد الكل، محليكم نورتوني والقدم على راسي وعيني، راكم ديما منوريني ومحليهم كومنتاريتكم ومحلى كلامكم. ريتوني عندي زوز فيديوهات ما جاوبتش على الكومنتاريت، بقدرة ربي لازم باش نجاوب عليهم، راهو مهما نقعدش حتى جمعة ما نجاوبش لازم بعد باش نرجع ونجاوب على الكومنتير. والله مشغوبة برشا الايامات هذم والله بالحق، عندي برشا قضيات واباغ هذاك حسيلو مش مشكل الحمد لله. المهم العبد لاباس ونجاوبكم، يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم. هيك هذيك البيتزا شفتوا الحجم نتاعها ساعة لاباغي راهي كبيرة برشا، باش ما تقولوش بها صغيرة. هيك كعبة البيتزا قداش كبرها باهية متوسطة يعني. تساعدني هكاكا انا الحق كي نبدا خاطر رمضان برشا ماكله كعبه كبيره بيتزا مش باش نجمو ناكلوها. ديجا اذا كليت بورجين انا واحده من الناس يعني هكا دو مورسو دي بيتزا ما تسمى بالكدا. دونك هذيا باهيه هكا عبد يعملها ميني صغرونه تبدا في الطاوله هكا كل واحد كعبته قدامه محليها هكا نطيبها شويه برك جوست شويه البنات ونحيها فهمتوا. باهي البنات زيدا نحب ندلل عليكم في حاجة أخرى، فعنا قناة مزيانة أما مظلومة مسكينة مظلومة، قناة مقتبسات حبيبة حبوبتي الغالية، نحبك برشا ومحليك ومحلى تصنيفك ومحلى كلامك وبالحق كل شيء يجي من عندك محلي، عندها تصنيف وعندها صبيبعات وعندها هديات ما شاء الله عليها. بالله يا البنات زوروها وشجعوها، قاعدة تعمل في مجهود كبير وقاعدة تجيب لنا في ريسيتات مزيانين، أما مش لاقية حظها. سامحوني هذيا البيتزا عملت العجينة اللي فضلت عملت 15 كعبة أنا بيتزا يعني ميني بيتزا مش ميني يعني متوسطة، وجيت لهنايا البات اللي فضلت لي حليتها ورقة كبيرة وعملتها ده ميني بيتزا محليها جات والله فكرة من الأول ما فكرتش، من بعد كي فضلت لي العجينة وليت قلت باهي هكا كي نعملش معاها ميني ساندويتش نعملش معاها باجيت فارسي يبدا صحن مشكل.
باهي البنات لهنايا الكونتيتي نتاع البيتزا راهي مش الكل ليا، شطر ليا وشطر لأمي، يعني أنا عملت 15 كعبة ليا وعملت 15 كعبة لأمي يظهر لي ولا أقل شوية، حسيلو نسيت بالضبط. هاذوما البيتزا الصغرونة باش نحطها في ساشيز طرية طرية ما نحكي لكمش عالطراوة اللي فيها. جات محلاها وريتوها مش طيبة برشا جست شوية برك باش من بعد ما كي نسخنوها والكل نلقاوها يعني نلقاوها ناقصة طياب وتقبل يعني السخانة. هايكا هذيك هي اللي عملتها، حبيت نوريكم بالكدا. تو باش نقسمها في ساشيات، كل ساشيش نحط فيها 5 كعبات بيتزا على عددنا، يعني انا وراجلي والاولاد كعبة كعبة. وقلت لكم هكا كان قعدت للسهرة تقعد كان كلي وصحة وبالشفاء. باهي البنات قلت لكم بالله قناة مقتبسات حبيبة مرا محلاها محلاها محلاها. كل يوم تجينا بدبارة جديدة، خاصة دبارات رمضان تعمل البريك، عملت برشا ريسيتات محلاها. حتى من الدراسات السحور زادا عملت يعني ريسيتات. ادخلوا شوفوها وشجعوها وقولوا لها جينيك مع زهرة وتتفرح برشا. قلت لكم قناة مقتبسات حبيبة، وتنحط لكم الرابط متاع قناتها في تعليق مثبت. وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي. باهي لهنا هكا حطيتهم في ساشيات دو كونجيلاسيون وقسمتهم كما قلت لكم، كل 5 كعبات حطيتهم وحدهم. هكا يجيوني متى 3 ايام، يعني مش 3 ايام على بعضهم بالطبيعة، يعني 3 مرات ما نعرفش ساعات والله ما نعملها 3 مرات البيتزا، ساعات مرتين برك، كل مرة كيف حسيلو انا والطلبات متاع الجمهور. انا والطلبات نتاع الاولاد ساعات يحبوا يقولوا لي اعملي لنا بيتزا، كان مده نلقاها سهله. اما اكثر حاجه شي يهبلوني عليها هي السلطه المشويه. وانا معامله باش نحضر شويه سلطه مشويه، والله لا سهل ربي ما سهلش، ربي نستنى في الفلفل الحق باش يرخص. اما يا ذنوبي كان باش يرخص الفلفل. ملفه كل عام نحضر شويه سلطه تشدني هكا لنص رمضان والكل، ومن بعد نكمل هكا كل يوم نعمل قرنين على الغاز. اما عذاب اللي كل يوم نشوي على الغاز، مثلا ساعة الكانون نجم نشعل الكانون كل يوم، كان باش نشوي كل يوم على الغاز تبلبز لي الغاز كل يوم تراسيلي نحك فيه وتراش نوا. نقول هكا نعملها مرة واحدة، يعني نشويها مرة واحدة ومن بعد نخبيها في الكونجيلاتور كل مرة نمد شوية. باهي البنات لهنايا كملت البيتزا حطيتها في الكونجيلاتور. عندي لهنا كعبات قارص. سيدا باش نعمل السيترونات، باش نعمل باش حتى في رمضان تنعمل مش مشكل البنات، يعني كي يبدا عندي قارص في رمضان مش مشكل ما يقلقنيش باش نعمل سيترونات، يعني ما فيهاش حتى شيء سهله. ماذا بينا قبل رمضان نرتاحوا منها ونحطوها في الكونجيلاتور. اما اللي ما خلطش يعني ماهوش قل ديما نقول لكم يعني ماهيش حاجه ربي يذكرها في القران هذه ولا لازم باش نعملوها. يعني كل واحد وشنو اللي يخلط، كل واحد ومجهوده يعني بالحق. لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها، يعني كل واحد وشنية الطاقة اللي عطاها له ربي. انا واحدة من الناس مثلا ما خلطتش باش نعمل سيترونات، ميسالش مش مشكل. لهنا كعبة قارص شنو باش نعمل لهم؟ باش نعصرهم كيما شفتوا يعني، باش نعصرهم بلاش قشرة، نحي لهم قشرة، وباش نحطهم في القوالب نتاع الكونجيلاتور، وباش نحطهم يتكنجلوا للسلطة للشوربة. عرفتوا ساعات ما تلقاش قارص في المرشي، ساعات يتقطع تجي بريود مش موجود. قلت هاكا الكعبات قارص هذوما مادام عندي منيش نعملهم سيتروناد ونبلبز عليهم الدنيا كجوست نخبيهم في الكونجيلاتور. وقت اللي نستحق لهم نمد هاكم باش نحطهم في القالب هذاك ونحط نكنجلهم. ومن بعد ما يتثلجوا البنات نمدهم ونحطهم في ساشي ولا في حكة هكا بالغطوة، ونخليهم هكا نحيهم القالب نتاعهم ونحطهم في حكايكة هكا صغيرة وكل ما نستحق نمد قالب. هي فكرة تحفونة هذية وتسهل الحق، جربوها البنات نتصوروا برشا يعملوا فيها. فضلي شوية قارص والقوالب نتاع الكونجيلاتور ما لقيت كان هذاك البنات، وليت حطيته في الحكة هذية. ومن بعد ما يتثلج باش نحيه ونقصه هكا طريفات ونحطه زدا ثلج وهو مقصوص، جست على المنظر يبدا هكا في القوالب محلاه يعني منظره. اما هكا زدا عادي كان ما عندكمش القوالب حطوه في حكه ومن بعد ما يثلج نحيوه من الحكه متاعو وقصوه طروف طروف وحطوه في الكونجيلاتور رجعوه مره اخرى كي تستحقوا. مدوا بالطرف بالطرف فهمتوا، للسلطه للشوربه
لأي حاجة يعني تعملوا بيها القارص تستحقوا لها حتى ساعات كي تعمل جو يستحق ولا سلاد فخوي وتستحقش تعصر عليها عصرة قارص باش ما تكحالش الغلة، تحط من هذيك. شفتوا البنات هذيا اللي كي عصرت القارص الواحد اللب هو متاع القارص ولا كيفاش ما نلوحوهش البنات، راهم ريتوا هذا الكل مانيش باش نلوح منه حتى شيء. هذاك نعملوه في الكيك، تنجم كي تعمل كيك دو سيترون ولا حاجه تمد هكا مغرفه من هذاك وتحطه في وسط الكيك، يعطي مطعم مش نورمال بنين على الاخر، يفوح بالكدا عليه لوحوا فيه. وتوا جينا للقشرة زيادة حتى القشرة منش نلوحوها. خذيت البراشة وقعدت نبرش فيه، نحيت كزاست نتاعو الكل وباش نحطه في الكونجيلاتور نستحقوله للي جاتو للبسكوتو لأي حاجة سابلي حسيلو يفوح مش نورمال. وباش نكملوا آخر حاجة القشور هذوكم اللي قاعدوا باش نحطوهم في نحيسة بالماء ونحطوهم يغليوا ونفوحوا بيهم الدويرة في الآخر. حبوا بيتي هكا نكونوا خلطنا لاخر الفيديو، الى اللقاء في فيديو جديد وباي باي.